هذا كيندير 14 ونص، راه يدير 750. هذا بون خالتي، هذا اللي كان يدير حتى ل 520 هبط ل 480، دوكا راهو عندنا ب 360، راهو باسعار تنافسيه راهو مليح. قبل شهر من الآن لم يكن بمقدور ربات البيوت اقتناء طقم من الصحون بسبب وصول أسعاره إلى مبالغ خيالية. اليوم لا تكاد تخلو محلات بيع الأواني المنزلية من الزبائن بعد سقوط حر لأسعارها. كما نقولوا الشوب كان يدير 35، دوكا هو يدير 15 25. مليحة، تقدر تشري. لي سيرفيس كانوا يديروا ب2 ملايين، انا كنت نساهم 2 ملايين وشي، هذوك مليون كما نقولوا من كل، كما هذا من كل واحد تدي 12. شحال جاوني مليون و170. كل مليون كان ما يقضيش، كان ما يجيبلناش حتى 2 ولا 3. دوكا تجيب سيري 48 قطعه كي والو، تعمر دارك في نهار. المرأة الجزائرية عندها 3 سنين ما قضاتش الماء عندنا أخي العزيز، دوكا راهم يتنفسوا، راهم يقدروا يشروا. إذا كانت مليون تقدر تشري بها واحد 2 صوالح، دوك مليون الحمد لله تقدر تشري طباسة، تقدر تشري لي ترمو، تقدر تشري بزاف لي زارتك حوايج يخصوهم. الحمد لله السوق راه في انتعاش، وإحنا ماذا بينا نزيدوا نحبطوه القدر المستطاع وين كان، باش يخلوا المرأة الجزائرية تشري، باش حنا المرأة الجزائرية تحب ولا تكره كسبيسيال في لوموند. المرأة الجزائرية تحب الماعن وتحب تشري الماعن. يرجع تجار التجزئة انخفاض أسعار الأواني المنزلية إلى إشباع السوق مؤخرا بالسلع التي كانت مخزنة ودخول بعض المنتجات المحلية على الخط. كاين اللي مستوردين يخلوا حتى 3 ملاير، هبطوا كاع السوق، نقصوا بيعوا وليكيدي وتهناو خلاص. من المنافسه وزي لي راه كاع لومبورتاتور كاع ولاو يدخلوا، كانوا قروض يدخلوا 3 ولا 4، دوك راهم يدخلوا بزاف لومبورتاتور كاع راهم يجيبوا. حتى الصنع المحلي راهم مليح ثاني، كالناس اللي هنا ديفلوبات في الجزائر وراهي تخدم. نعطيك مثال بسيط، هدايا كان احتكار على التاجر الجزائري، دوكا راهو الحمد لله هذا راهم يخدموه لهنا في الجزائر، كروماج تاعو بيا كوميلفو، رايح بريسك في الصنع في تاع لامبورطاسيون. رحبت الكثيرات من ربات البيوت بتراجع الأسعار، ووجدنا فيه فرصة لاقتناء الأواني المنزلية بعد سنوات من الغلاء والعزوف.